وادي شكل السردين بتاعي. معلش بقى الاذان بيأذن هيخلص وارجع لكم تاني. لا اله الا الله. ادي شكل الغدا بتاعنا النهارده بقى اهو. ده الرز اللي عملناه بالجمبري، الخلطه بتاعتنا. اهو شكله عامل ازاي، تحفه. وادي الكابوريا بتاعتنا اهي، بسم الله ما شاء الله، بعد ما استوت. تعالوا نغرف لهم بقى برضو من شوربه الجمبري بتاعنا. مش طبعا مش هصفيها ولا اي حاجه. اهو عامله لهم طبق كده لوحده، عشان بقى ما يقعدوش يصطادوا يصطادوا كده من الجمبري، من الشوربه، يعني يعرفوا ياكلوا. يصطادوا ايه؟ يعني يقعدوا ينقوا من الشوربه يعني. خلي لهم ده ناشف. وده كان شكل الغدا بتاعنا النهارده. حاجات سريعه اقتصاديه، مش قوي يعني، بس برضو نمشي على قدنا. مش لازم ايه، مش لازم اللي هو يعني كل حاجه تبقى. نجيب نص ربع كده على قدنا عشان ما نحرمش ولادنا. ده كان شكل الغدا بقى. عملنا طبق سلطه، وعملنا السردين ده حمرناه كده وحطينا عليه شويه ملح بكمون عشان كنا متبلينه بتوم وعينينه في الفريزر. وده شكل الرز بالجمبري عملناه. طبعا بقى حابه الرز يكون لونه بني عن كده زياده، غمقي لونه البصل قوي خلاص، بس انا مش حباه يبقى واخد لون قوي زياده عن ده. ما شاء الله اللهم بارك. وده كان شكل الاكل بتاع النهارده. ان شاء الله هقفل اللايف وهغدي الولاد وهنرجع تاني، عشان مش عايزه اقول لك يا اخت شكل المطبخ عامل ازاي. فاوعي تفكري ان انت هتسيبيني، بس احنا هنا خلينا هنا في الكورنر الحلو الجميل ده، ما عليكي من بقيه المطبخ. بس هنخلص غدا وظبط الدنيا ونرجع تاني ندخل المطبخ، نروق كل الكركبه دي، ونرجع تاني مع بعض نعمل حاجه حلوه كده بمناسبه السنه الجديده والكريسماس. حاجه اقتصاديه وحاجه سهله وسريعه. تمام. اجيب لهم بقى كده ليمونه عشان الشوربه. وده كان شكل الاكل بتاعنا النهارده. يا رب يكون طريقتي تكون سهله كده وخفيفه على قلوبكم. يلا بقى عشان الولاد جاعوا. هحضر لهم يتغدوا وارجع لكم تاني نفتح مع بعض لايف جديد. وعايزه اقول لكم بقى من اللايف ده لللايف اللي جاي، اوعوا تروحوا في اي مكان وهتوحشوني كتير كتير. استودعكم الله واسيبكم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.